اطلاق سراح المعتقلين، كنتكلم بطبيعه الحال على معتقلين الراي، هما نفسهم الناس اللي مع اسرائيل. هذه بغيت نفهمها. وهما نفسهم اللي كيقوموا بعمليه ديال التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالامهات وبالعائلات وزعما ناس شفناهم حنا كيديروا قلب من هذا الشيء وكيتم اعتقالهم، ما كيزيدوش معاهم الهضره. فإلا كانوا هاد الناس كيظنوا بان بهذا التشهير وبهذا السب وبهذا القذف للامهات ولا العائلات المغربيه انهم ظنا منهم انهم كيدافعوا على الدوله، فهم يسيئون الى الدوله وكيسيئوا لسمعه هذه الدوله. فمن العيب والعار اننا نشوفوا هذا الشيء واقع في المغرب. ولينا منقسمين لقسمين، قسم كيطالب باطلاق سراح المعتقلين، والقسم الاخر تيقول لي اسكت، ما عندكش الحق تتكلم، ما عندكش الحق تطالب باطلاق سراح المعتقلين، حتى وان كانت العائله ديالك، حتى وان كانت او امهات خرجوا تيتكلموا تيقول ما عندكمش الحق، سكتوا انتم تسيئون الى الوطن، في حين انهم هم من يسيئون الى الوطن بالتشهير وبالسب وبالقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اللي فهمت حاجه فهمنا، وقينا فاهمين والو. برافو ليك، برافو ليك بمنتهى المسؤول. المغرب تاريخيا كان الاختلاف، كان واحد الوقت بغض النظر على موقفنا من داك الشيء، كاين اللي كيقول المدخل ديال تغيير المغرب هو الثوره، واحد اخر يقولوا لا الاصلاحات عاب شويه دقه، واحد اخر كان كيدافع، حتى الناس اللي كانوا من داخل المخزن كانوا كيهضروا على منجزاتهم لاول مره في تاريخ المغرب. وهذا ناقوس خطر، انقسمنا وتهرسنا، بقينا ولينا كنختلفوا على القيم. تصور الحريه، تصور ولاو بيناتنا الساديين، وهذا امر خطير في المغرب. المغاربه ولات عندهم واحد الظواهر كان المغرب تسرق منهم. نعطيكم غير مثال، الحياه الخاصه كانت مقدسه في المغرب. عندنا واحد المقوله كنقولها وقلتها البارح، كنقولوا ستر مستر الله. المغاربه من جابوا عباره ستر مستر، ما عمر الحياه الخاصه ما كنشيعوها. دائما المغربي حتى ما كيعرفوا شي واحد عنده شي بل يا اخي تيقولوا ستر مستر الله، ما كيخرجش شي واحد يهلل ويطبل بالحق. لاول مره الانسان كيتشرشم في حياته الخاصه، وهذه قيم داخله على المغرب. المغاربه عندهم واحد راس المال، عندهم اخلاق. مشيتي غير العادات، غير في الموتى في الجنازه، تمشي لبعض المناطق كيسمعوا في السيد مات، كاينه بعض القبائل كتكلف كيديروا قصريه ديال الكسكسو، مثلا كل دار تجيب قصريه كسكسو. كاينه بعض المناطق كيتكلفوا ماليا، كيوجدوا 100 درهم للشخص الفرد. كاين اللي كيمشي يدفن، كاين اللي كيمشي طقوس. كل شعب عنده خصوصيته. حنا كمغاربه، ومن جمله الاشياء اللي عند المغاربه وتحسب لهم هو الحياه الخاصه مقدسه. يعني الحياه الخاصه عندها واحد القيمه. دابا تصوروا مثلا، نعطيكم غير مثال، واحد السيده منسوبه لها واحد التدوينه خطيره جدا جدا جدا. طبعا انا ديك السيده ما كندخلش عندها، ولا اعرف مدى صحه هذه التدوينه. فيها صورتها، فيها سميتها، انا احتراما حيت ما اكدتش، يعني باش ما نقولش، فيها صورتها، فيها سميتها. شنو كاتبه حسب، وهذا واحد الصفحه سميتها، نعطيكم حتى الصفحه منين خديتها، لاحظوا هذه الصفحه سميتها الحسيمه سيتي، وكاينه مئات والاف ديال الناس تفاعلوا معها. ولكن احتراما انا لقسوه هذه التدوينه غنتعامل بشكل مهني، ساعلق عليها في حدود مادام ما كاينش تكذيب ديالها. ولكن لاحظوا هذه التدوينه اذا صحت بصورتها بسميتها، اسمعوا خوتي المغاربه رجاء، فين وصلنا؟ اذا صحت، لا، الدوله ما كتقلبش على الكال، كون بغات تكون بدلات البنيه الديموغرافيه للريف. دابا واش هاد الهضره تقالت بصح؟ عرفتي الا تقالت هادي، ودابا الحدود الساعه راه تفاعل كبير مع التدوين. دابا الدوله عندها القدره تبدل البنيه الديموغرافيه ديال الريف. كون بغات كون بلاد سكان الريف، ووفرت لهم المخدرات في المدارس، واراك الاجيال البوفه والاكستازي. دابا نفترضوا هاد التدوينه مفبراكه، شي غير باش تولي هاد التدوينه كداول خصنا نمشيو للمنشا. شكون اللي خلق لنا هاد المشكل في المغرب؟ السيده دارت مي زوليخا واحد الصرخه داز. دابا شوفوا الاثار الجانبيه السلبيه، شي غير باش يداول هاد الشيء. ومصيبه ما كاينش تكذيب هاد الشيء. دابا الناس انا كنتعامل معاه دابا كنعلق عليه تيشتو. كون بغات تكون بلاد سكان الريف وفرات لهم المخدرات في المدن، يعني الدوله تقدر توفر المخدرات. تصور عندك واحد الجار ديال السوء، من جمله الاتهامات اللي كيوجهها المغرب كيقول له انت كتدخلنا المخدرات للجزائر. دابا تصور لو كانت هاد التدوينه صحيحه ولا كان هاد الشيء. دابا غير من تداعيات هاد السجال مع مي زوليخا اش عطانا. شوف، كون بدلت البنيه الديموغرافيه ديال الريف، كون بغات تكون بلاد سكان الريف وفرات لهم المخدرات في المدارس، واراك الاجيال، اراك لاجيال البوفا والاكسازي. هاد زوليخا بمخها اللي كتشرب الدواء ديال الاكتئاب. دابا علاش انا مشيت لهاد النقطه؟ صور الحياه الخاص. دابا واش امي زوليخا كتشرب الدواء ديال الاكتئاب؟ والله ما عارف، وتسمح لي امي زوليخا على هاد المنشور. وإلا كانت امي زوليخا كتشرب الدواء، صلاحوا له، والله ما ندي عليها، راه ماشي تشرب عاد الدواء، راه تشرب الكراطي. تعرفوا داك الكراطي ديال الزوج، هادشي اللي داز عليها راجلها مات قدامها
وبالسرطان وبالغدايد، وهي مريضه بالسرطان وولدها 10 سنين، والتشهير في هذه الاسره 10 سنوات، 10 سنوات من طرف ناس الجماعه كيشهروا بهم. شنو غتشرب هاد المرأة؟ وهاد الاكتئاب حياة خاصة. دابا بغض النظر على هاد المنشور شكون ما كان مولاه، دابا كاين شي حاجة وصلنا ليها أسوأ من هادي. كنا كنقولوا في المغرب السر ما ستر الله، هكا كبرنا مع والدينا وجدودنا. تصور المغاربة شحال كانوا رحماء. تصور تقول أنك كتشرب الدواء ديال الاكتئاب، يعني كتمشي له الآلام، الجرح، ديك الحاجة اللي عنده فيها هو الضعف والهشاشة، أنت كتبرك على البطونة. شنو كتقول له هنا؟ تصور كتقول له كتشرب الدواء ديال الاكتئاب، هذه حياة خاصة، معلومة سرية، شكون اللي يجبدها؟ كون ولات كتحيد الحوايج على الملأ وتشوه الشهى ديال الكلاب، الدولة والملك ملزم على كل شيء أن يحترم كما دابا تصوروا قال بالنيس واحد الكلمة، قال لك يسيئون للدولة. ما معنى الإساءة؟ علاش هاد الشكارة قال الإساءة صحيح. شنو هو باش دش الملك محمد السادس العهد ديالو، باش دش شنو هو العنوان الأبرز؟ هو هيئة الإنصاف والمصالحة. تصوروا هذا الورش شنو كم أضافة الملكية، عندها رمزية وعندها تاريخ وعندها رأس مال وعندها شرع. تصور علاش الملك دار هيئة الإنصاف والمصالحة؟ طبعا لدواعي وطنية، لدواعي حقوقية، لدواعي إنسانية، طبعا كاين حتى دواعي سياسية ومشروعة. تصور باش يحكم في خاطره المصالحة، وكان عملا جبارا من الملك محمد السادس. وخا الورش ما كملش 100%، وخا عليه ملاحظات ذاك الورش لأسباب، لماذا؟ ولكن غير باش فتح هاد الصفحة الأليمة وسط هذا المحيط الإقليمي وفي دولة اللي ماشي ديمقراطية 100%، كانت شجاعة سياسية من الملك. كدور ليا وكتجي كتقول انت انا كنتشهى القرطاس بواق، حنا شنو طوينا سنوات جمر ورصاص، وكيجيو الناس اليوم تيقول لك خويا مشهي الرصاص باغي القرطاس. الملك طوى الرصاص. باش علاش سي محمد مول شكاره كنقول له واحد الفكره، هما ماشي هاد الاساءه للدوله فكره جميله جدا، لانه هاد الجماعه شكون هما ناس جاو شو كان عندهم مخطط. كيفاش هاد المغرب هذا، اسمعوا المغاربه ساقول لكم كلاما يا ريت تاملوا فيه مزيان واحفظوه، لان غنعطيكم جوهر المشكل. شنو واقع؟ هذه واحد الجماعه عينها على المغرب، اطماع. هذا المغرب موقعه استراتيجي واعر بزاف، بوابه افريقيا واوروبا وكذا. وهذا المغرب هذا تاريخيا علاقته بالقدس علاقه قويه بزاف، والمغاربه تاريخيا مع فلسطين الى ابعد، يعني قويه علاقه المغاربه. كيفاش هاد الدوله نحاصروها، نقطعوا صلاتها، نقطعوا علاقتها بفلسطين، كاين نديروا لها كيفاش الطريقه؟ غنرفعوا الشعار ديال تا مغربيت. What if you could make a song using only your voice? Let's start with the drums. والثانيه كندير خصنا الملكيه. شوف خصكم تتبعوا مزيان، لا اتحدث على الدوله، كنهضر على واحد الجناح استثمر او لا استغل واحد السياسه ديال الدوله والانفتاح ديال الدوله، ولكن دخل مع الجلابه. حاولوا تميزوا اخوتي المغاربه، انا كنقولها اي واحد يكون في موقع الدوله. بحال شي مره كنسمع شي واحد تيقول لي اندري ازولاي اش كيدير تما، تخربيق. راه صلاح الدين الايوبي راه الطبيب ديالو راه كان يهودي، ما عندها علاقه. يمكن يكون معك مسيحي، يمكن لك مستشار، ماشي محدد داكشي. صلاح الدين كان سميتو اعتقد موسى بن ميمون هذا اليهودي، اذا ما وكذلك بيت الحكمه كانوا المسيح وكانوا والحضاره فيها التلاقح. الحضاره الاسلاميه ساهموا فيها اليهود، ساهموا فيها المسيح، والحضاره اليوم الغربيه ساهموا فيها، وهكذا دوالي. راه ما كاينش حضاره خالصه لعرق خالص مليار بالمية. انت راه كتبحث على شي حاجه صحيح. كيكون القسم الاكبر مثلا بحال دابا واحد الوقت الحضاره الاسلاميه انفتحت على اليونان وعلى الترجمه، ولكن واخا هما المسلمين هما من قادوها وكان واحد الجو، ولكن ساهموا فيها ناس من ديانات مختلفه او من اعراق يعني اللي هي مختلفه. فالناس بغاو يقطعوا الصله ديال المغرب، مع فلسطين. هذا كان مخطط خطير. كاين الدوله عندها خياراتها وحساباتها وكنحترموها، ولكن اتحدث على واحد الجماعه كتسمى دائره الدخوليه، التسلل. هي اللي وطدت العلاقه وسط المغرب. هذا الانقسام اللي ظهر عليه اليوم هذا السيد الصديق العزيز سي محمد مشكره هو انقسام مخدوم، ماشي صدفه. جهه استغلت واحد الانفتاح، واحد الجو، وتغلغلت في الاعلام، تغلغلت في الصحافه، تغلغلت في السياسه، تغلغلت في الجامعه المغربيه، تغلغلت المخطط. ودابا هنا غنوصل معكم اللب باش دابا انا باغي ندخل لهذا المغرب ونفركش هذا الشيء. شنو باغي ندير؟ باغي نقطع علاقه مع فلسطين، باغي ندقدق الاطارات القديمه، باغي انا واحد الارضيه ديال راس الماليه كله يفرس، باغي نبدل قوانين، باغي كندير. شكون انا؟ واش انا نقدر نفس الناس عندهم هذا جايب لي الشرعيه ديال الحركه الوطنيه، هذا كان ضد الاستعمار، هذا عنده شرعيه نقابيه،